صباح الفل عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. كنت بتناقش مع بعض الاصدقاء. كان باعت لي رساله بيسالني يا ترى ايه رايك، الواحد يأجر ولا يشتري البيت؟ اعتقد انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده بس ما اتكلمتش فيه بتفاصيل يعني. آه المشكله في الوقت الحالي، بما ان الماركت عالي جدا 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 والاسعار في الطالع، آه، التأمينات في الطالع، الضرائب في الطالع، كل الكلام ده. ف يعني النصيحة بتاعتي كده كده مش هتبقى مفيدة 100% للناس اللي عايشين هنا. لأن ساعتها ماشي أنا هقول، يعني أنا لو قلت مثلا لا ده الشراء أفضل من الإيجار، فيجي يقول لي أنت بتقول لي أفضل، طب وأنا أعمل إيه وهو أصلا موضوع مستحيل أو ممكن ما يحصلش. بس يعني هنتكلم، عشان كده هنتكلم في الموضوع in general، يعني مش هنتكلم بتفاصيل كتير، بس هنتكلم بالشكل العام. ألا وهو انت بتسأل السؤال، بتقول يا ترى الواحد يشتري ولا يأجر أفضل ليه؟ ف احنا هنحط حاجتين جنب بعض، المشتري واللي بيأجر. رقم واحد اللي الناس كلها بتفكر فيها من ناحية الفلوس أو المصلحة، يعني إن أنت الفلوس بتاعتك بتتحط فين. فيجي هنا على اليمين مثلا هو شاري البيت. طبعا أنت البيت هنا، طبيعة الشراء هنا في أمريكا مش زي الدول العربية. أنت حضرتك بتيجي تشتري البيت، طبعا أنت مبيبقاش معاك الفلوس. مفيش حد مثلا بيت يبقى بمليون وبيروح يعني عاوز يشتريه عن طريق البنك ويبقى هو مالك البيت. لا، انت ساعات حضرتك بتاخد، بتتكلم مع بنك وهو بيسلفك عشان تشتري البيت، وانت بتسدد للبنك. تمام؟ فهي النظرية بتبقى كده، البنك بيشتري لك البيت وانت بتسدد للبنك عن طريق حاجة اسمها المورجج. بيبقى دفعة شهرية، كل 3 شهور، سنوية، على حسب ما انت عامل الديل مع البنك ازاي. وما بيبقاش كده بس، بيبقى عندك بقى مصاريف تانية، الضريبة العقارية، تأمين البيت، المية، الكهرباء، الانترنت، وهكذا بقى كل الكماليات اللي انت بتحتاجها للبيت. على المستوى الثاني بتلاقي الإيجار. أنت بتدفع الإيجار على حسب نوعية الإيجار. في إيجار بيبقى شامل مثلا المية وأنت تدفع الكهرباء والإنترنت والإيجار بس، وفي إيجارات بتبقى شاملة الكهرباء والغاز وأنت تدفع الإنترنت بس مثلا، والكهرباء يبقى غاز ومية، وعليك أنت عليك أنت الكهرباء والإنترنت، وهكذا. في الناحية اليمين المورجج انت بتدفعه، بتحط الفلوس في البيت اللي عندك، وبيبقى فيه بقى، دي بتبقى عاملة حاجة اسمها ايكوادي، يعني بتجمع لك الفلوس اللي انت دفعتها. وعلى حسب بقى، جيت بتبيع، بعت بالخسارة، هيبقى عليك فلوس، البنك بياخد حقه وكل واحد بياخد حقه. بعت بمكسب، كل واحد بياخد حقه برضو، وليها طرق تانية وليها ظروف، في ضرائب بتدفع والكلام ده كله. طبعا هنا البلد كل حاجة عليها ضرائب. بس فانت هتيجي في الحالتين ان الافضل ايه، تشتري ولا تأجر؟ طبعا تشتري، لانك انت بتحط الفلوس في الحاجة اللي انت شاريها. الراحة النفسية ان انت يعني مفيش حد تعبك في حاجة، محدش بيقول لك انت بتعمل ايه، محدش فوقيك بيضايقك، تحتيك متضايق منك. الايجار طبعا انت بتبقى، بيسموها يو شيرنج وولز، يعني انت مشارك الناس في الحيطة بتاعتك، ده جنبك، ده فوقيك، ده تحتيك، لازم تحترم الخصوصية بتاعتهم. حاجة باظت في البيت انت مضطر تصلحها، مضطر تعتمد على نفسك، لان لو اعتمدت على صناعية او حد يجي يعمل لك حاجة، يعني لو حنفية بايظة ب10 دولار تركيبها او القطعة هتكلفك $200. حاجة بتبوظ تجيب صنايعي بتدفع كتير. فهي دي الفكرة. الايجار انت مش مسؤول عن اي حاجة، اي حاجة بتبوظ الو يا صاحب البيت تعالى الحقني دي باظت، يجي يصلحها. بس في بقى حاجات تانية كتير محتاجة تفاصيل. لو انتوا حابين تعرفوا اكتر ممكن تكتبوا لي تعليق، نقدر نتكلم فيها بالتفصيل خطوة بخطوة. شكرا ليكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.